عندك ملف إكسل فيه آلاف الصفوف من البيانات وتقدر تحوله لتقرير احترافي في أقل من دقيقة، يبقى أنت عندك مهارة ممكن تكسبك فلوس. السلام عليكم، أنا عماد عبد المجيد، محلل بيانات وفريلانس، وده أول فيديو على القناة. القناة دي هيكون هدفها إن أحولك من مجرد شخص بيتعلم إكسل عادي لشخص قادر يشتغل بالداتا فعلا. مش هيكون مجرد شرح نظري أو كورس ممل، ده هيكون تطبيق عملي على بيانات حقيقية من أرض الواقع. القناة دي هتكون ليك لو أنت طالب وعايز تبدأ تحليل بيانات، أو شغال وعايز تطور من نفسك، أو حتى لو عايز تجيب أول عميل ليك كفريلانس، يبقى أنت في المكان الصح. كل درس هنا هيكون مقسم ل3 أجزاء. أول جزء إن إحنا إزاي نتعلم المهارة بشكل صحيح، تاني جزء إزاي إن إحنا نطبّق على بيانات حقيقية من أرض الواقع، والجزء التالت والأهم إني أقول لك إزاي تكسب من المهارة دي فلوس، أو إزاي تبيعها كfreelance. كل درس هنا مش هينتهي غير لمّا تكون عارف إزاي تستخدم المهارة أو الأداة اللي إحنا هنتعلمها في الدرس ده في شغل حقيقي، أو إن أنت تجيب منها دخل فعلًا. طيب بدل ما الفيديو يكون مجرد تعريف وخلاص، خلّينا نشتغل مباشر على data set حقيقية. أنا مجهّز ملف مبيعات كده فيه منتجات، مناطق، موظفين، إيرادات. تقدر طبعًا تحمّل نفس الملف ده من وصف الفيديو، هاسيبه لك في الوصف، وتقدر تطبّق معايا خطوة بخطوة. شرحنا هيكون عن أداة مهمة جدًا، وهي أداة الpivot table. pivot table باختصار هي أداة تلخيص ذكية، بتقدر تلخّص لك آلاف الصفوف من البيانات لتقرير مفهوم في ثواني. دلوقتي معايا بيانات مبيعات، عايز أعرف مثلًا كل منتج اتباع منه قد إيه، أعلى منطقة مبيعات، أعلى أو أفضل موظف عندي عمل لي مبيعات، يبقى إجمالي الإيراد قد إيه، إجمالي الوحدات، توزيعها على مثلًا التواريخ أو الشهور. كل الكلام دوّة أقدر أعرفه بسهولة وببساطة جدًا، بدون أي معادلات معقدة، أو بدون أي يعني شغل كتير على الإكسل. الخطوات بسيطة، أول حاجة إن إحنا هنحدد الجدول بتاعنا، ونعمل خطوة مهمة جدًا قبل ما نخش على الpivot table، إن إحنا نعمله أصلًا dynamic table. بنعمل ده إزاي؟ Control T مع بعض، افتح لك الview الصغير ده، تحدد هنا إن أنت عندك روس للأعمدة وتضغط أوكي. خلاص بقى عندك dynamic table. تروح تفتح sheet جديد، وليكن مثلًا تقف في أي خلية هنا وتعمل insert، ومن القائمة هنا فوق تختار pivot table. طيب، بعد ما تفتح لك القايمة دي هتروح على data، ترجع على sheet الdata تاني من تحت هنا، وتحدد على كل البيانات بالطريقة دي. من فوق ده يظهر لك سهم أسود، تضغط عليه مرتين، جاب لك على طول اسم الtable، وهنا طبعًا المكان اللي هيكون فيه الpivot table اللي هو sheet 3 الخلية 2. نضغط أوكي. ظهر معانا هنا آدي الpivot table، وظهر هنا شكل الfields بتاعة الpivot table، هنا البيانات اللي موجودة أو الأعمدة اللي موجودة في الجدول كلها، وهنا الشكل بتاعه، شكل الحقول بتاعه، هو مقسّم ل4 حقول. أول حقل عندنا هنا الfilter، لو أنا عندي مثلًا جدول، أو عفوًا عندي عمود معيّن، وليكن عمود التاريخ، عايز مثلًا أحدد منه شهر معيّن أو تاريخ معيّن، أظهر البيانات بتاعته بس في الpivot table، فباقدر إن أنا أسحبه هنا على الfilter وأفلتر بيه. الcolumn هنا إن أنا أضيف البيانات تكون على مستوى الcolumn. يبقى الrow هنا إن أنا لو أضيف بيانات هنا تكون على مستوى الrow. وطبعًا الvalue إن أنا أي مثلًا أرقام، أو أي عمود فيه، أو أي عمود رقمي، أو أقدر أعمل له summation باضيفه هنا، وبيظهر لي الإجمالي بتاعه أو المتوسط، أو أي حاجة أنا عايز أحسبها ليه. طب خلّينا نبدأ كده. نقول مثلًا لو أنا عايز أعرف الproduct بتاعي، كل product حققت منه ربح قد إيه، هاروح كده أسحب الproduct على الrow، ظهر معايا أهو على مستوى الصفوف، وأروح مثلًا أسحب الrevenue هنا على value. ظهر لي هنا كل منتج أنا بِعت منه قد إيه. وطبعًا أقدر إن أنا من هنا أعمل sort، إن أنا أرتّبهم مثلًا من الكبير للصغير، عشان أعرف أعلى منتج عندي، تمام. أعرف أعلى منتج مثلًا قد إيه، وأقل منتج قد إيه، وهكذا، من الكبير للصغير، أو من الصغير للكبير حسب ما أنا عايز. عايز مثلًا أروح أعرف دلوقتي الregion، عايز أعرف المناطق.
أكتر منطقة عندي قد إيه. يبقى أنا ممكن أقف هنا تاني وأعمل insert وهكذا، لكن خلّينا طالما هنشتغل نفس البيانات نحدد كده الtable كلّه control C control V ونراعي إن يكون في مسافة كده بين الجدولين، نقف هنا على الجدول التاني، ونروح نشيل المرّة دي الproduct وببساطة جدًا نسحب الregion على الrows. فظهر لي هنا كل منطقة المبيعات بتاعتها قد إيه، كذلك طبعًا أقدر إن أنا أرتّبها من الصغير للكبير أو من الكبير للصغير حسب ما أنا عايز، تمام. أقدر طبعًا إن أنا أعمل جداول تانية جنبها، خلّينا بنفس الطريقة كده copy paste. ممكن مثلًا المرّة دي نعرف أعلى موظف عندنا عمل مبيعات هو مين، برضه بنفس الطريقة، نروح نسحبها كده. عندنا هنا أحمد، نور، عمر، كل الموظفين دول جاب لي هم محققين ربح قد إيه عندي. دي طبعًا تقارير مهمة جدًا. ناخد برضه copy paste تاني والمرّة دي مثلًا نشوف مثلًا عندنا هنا مثلًا على مستوى التاريخ، خلّينا ناخد التاريخ على مستوى الrow. أول ما حطيناه على مستوى الrow جاب لي هنا 4 rows أو 4 قِيَم موجودين على الrow. هنا قال لي التاريخ، هنا الquarter، هنا الmonth، هنا الdate. الdate نفسه اللي هو الأيام كلّها، تمام. خلّيني طيب أشيل الأيام، وعندي هنا الشهور، عندي الquarter، عندي الyear. لو أنا عايز أخلّيها مثلًا بالشهور بس يبقى هالغي كده، أضغط هنا كده وألغي السنوات، وأضغط هنا ألغي الquarter، يتبقى لي هنا الشهور، وأبدأ إن أنا أسحب مثلًا الربح بتاعي على مستوى كل شهر. طيب كذلك برضه أقدر إن أنا آخد copy paste وأروح هنا وأقول له paste وأشيل بقى مثلًا المرّة دي الشهور، ومثلًا نحط السنوات، أعرف كل سنة أنا حققت ربح قد إيه، عشان أقدر أحدد أنهي سنة فيهم كانت أكتر ربح وهكذا. طيب أقدر برضه إن أنا أشوف هنا إجمالي الربح عندي مثلًا كان قد إيه. خلّينا نقف هنا مثلًا ناخد copy paste تاني. لو أنا عايز أعرف إجمالي الربح هاشيل الproduct يظهر لي على طول إيه، الrevenue أو الربح بتاعي. طب هو ظهر إزاي؟ هو عامل هنا summation أو كاتب لي sum of revenue. طبعًا أنا ممكن أغيّره من هنا value filled وأروح على الsummarize هنا واختار مثلًا لو أنا عايز أعمل average أو لو العمود دوّة بيتعدّى أعمل له عَد مثلًا كذا، لكن أنا هاخلّيه على الsummation. ونبدأ إن إحنا ناخد منه copy paste تاني، والمرّة دي مثلًا نشوف الوحدات قد إيه وهكذا. نقدر إن إحنا نلخّص التقارير دي كلّها في ثواني عن طريق الpivot tool بدون نعمل أي معادلات أو إن إحنا نعمل جهد إضافي في إن إحنا نطلّع التقارير دي. طيب خلّينا بقى في الجزء المهم، إزاي إن إحنا نقدر نربط ده الfreelance أو إزاي إن إحنا نقدر نبيع الشغل بتاعنا ده. في الfreelance في عُملا كتير بيكون شغلهم قائم على التقارير دي، بيكون عندهم ملفات Excel ضخمة جدًا فيها بيانات كتير جدًا ومحتاجين لحد يعمل لهم تحليل بسرعة. طيب أنت تقدر تبيع أو تقدّم الخدمة دي كخدمة تحليل بيانات أو مثلًا كتقارير مبيعات أو ملخصات مالية أو حتى dashboard زي ما هنتعلم بإذن الله في الفيديو الجاي. تقدر إن أنت تبيع المهارة دي بسهولة جدًا على مواقع الfreelance كتقارير أو ملخصات مالية زي ما قُلنا. يعني المهارة دي مش هتكون مجرد درس، لأ دي بداية فعلًا لشغلك الحقيقي على الfreelance. وفي الفيديو الجاي بإذن الله هاقول لك إزاي إن أنت تعمل dashboard كامل من نفس البيانات دي، هنكمّل عن نفس البيانات، نعمل تقرير كامل أو dashboard كامل، وأقول لك دي هتبيعها إزاي وهيكون سعرها كام بالأخص. الفيديو الجاي هنعمل التقرير ده بإذن الله على نفس البيانات. لو حابب تكمّل الرحلة اعمل لايك، اشترك في القناة، اكتب لي في الcomment إيه أكتر حاجة نِفْسك تتعلمها في الExcel. شكرًا، أشوفكم قريب جدًا، سلام عليكم.